شفت اللقطه دي؟ تدخل عنيف وغشيم جدا من سبيد عاشق رونالدو كاد ان يقضي على كاكا اللاعب البرازيلي السابق. لقطه مثيره في حضور دروجبا وهازارد وفيا. اليوتيوبر الشهير سبيد المعروف بعشقه للاسطوره كريستيانو رونالدو فاجئ الجميع بتصرف كوميدي، ولكن ربنا ستر. كان هيتسبب في مشكله كبيره وهي مباراه وديه، يعني مش مباراه رسميه ولا حاجه. استضافت دوله قطر الشقيقه مباراه خيريه بعنوان لاحياء الامل، جمعت عدد كبير من صناع المحتوى واساطير كره القدم في العالم، وكان في حضور جماهيري كبير جدا. وكان اليوتيوبر سبيد في فريق شانكز، واللي ضم نجوم زي ديفيد ديفيا وايدن هازارد، ولعب ضد فريق ابو فله واللي كان بيضم دروجبا وكاكا. وفي الدقيقه 26 من عمر المباراه قرر سبيد انه ياخد اللقطه، وقام بتدخل عنيف جدا على كاكا اللاعب البرازيلي السابق. كاكا حرفيا مسك نفسه بالعافيه وكان مستغرب جدا، واكتفى بالجلوس على الارض وانه يضحك ضحكه بسيطه كده. وعلى فكره ده لو حد تاني غير كاكا ما كانش مسك نفسه وكان ممكن يتعارك معاه. الحكم طبعا طلع كارت اصفر لليوتيوبر سبيد، ولكنه علشان كان بيهزر فضل يعترض زي ما انتم شايفين كده. تخيل بقى لما كريستيانو يطلب لاعب بالاسم. شفت كريستيانو رونالدو طلب صفقه عالميه الى النصر، اسم عالمي جديد يقترب من الملاعب السعوديه، لاعب برازيلي وسط ميدان فايتر مقاتل كان بيلعب مع رونالدو لسنوات في الميرينج ريال مدريد، ورونالدو حابب انهم يجتمعوا تاني من جديد. وفقا للاعلام الرياضي خوسيه فيليكس دياز رئيس تحرير صحيفه ماركا الاسبانيه، سينتقل البرازيلي كارلوس كاسيميرو خط وسط مانشستر يونايتد الانجليزي الى الملاعب السعوديه في الصيف المقبل. خوسيه فيليكس دياز في حديثه لصحيفه الاقتصاديه ما حددش اسم النادي اللي هينتقل ليه كاسيميرو في السعوديه، ولكن العديد من التقارير العالميه اكدت في الفتره اللي فاتت ان رونالدو طلب كاسيميرو بالاسم علشان يلعب معاه في النصر. وحسب الاعلام الرياضي جرايم بيلي في وقت سابق ان تفاوض النصر بالفعل مع كاسيميرو في الميركات الشتوي اللي فات، ولكن اللاعب فضل البقاء على الاقل موسم تاني مع مانشستر يونايتد. فهل برايك يا ابو الكباتن لو انضم كاسيميرو الى النصر هينجح ولا لا؟ ده داني ألفيش رحلته من الانجح في التاريخ لكاذب ومعتدي ورد سجون. الفصل الاخير كتب في مسيره النجم البرازيلي. كان يا مكان يا ابو الكباتن كان في لاعب فنان اسمه داني ألفيش، كان اللاعب البرازيلي ده بيتضرب بالمثل، ولكن الان هو خلف القضبان. انتهت رسميا قضيه النجم البرازيلي داني ألفيش في قضيه اتهامه باغتصاب فتاه في مدينه برشلونه في 31 ديسمبر 2022. مين كان يتخيل ان السطر الاخير على اللاعب كان في يوم من الايام الاكثر تتويجا بالبطولات في عالم كره القدم، وصاحب مشوار كروي بيتضرب بالمثل، وكل الاطفال الصغار نفسهم يكبروا علشان يبقوا زيه، رغم ان كان سنه معدي ال 40 الا انه كان الافضل في مركزه. ودي عقليه اللاعب البرازيلي عموما، هوائي غير منتظم، يعشق الحياه والسهر والشرب. مش عارف اقول لك ايه، بس اللي كان بيتضرب بالمثل في الاحترافيه داخل الملعب بسبب طبعا اللي قدمه بقميص برشلونه واشبيليه وباريس سان جيرمان واليوفنتوس، بالاضافه كمان الى منتخب بلاده البرازيل، تحول الى شخصيه لا حول لها ولا قوه، بيحاول يجذب يمين او شمال علشان يطلع نفسه من السجن. سبحان مغير الاحوال يا ابو الكباتن. سابق داني ألفيش الظهير الايمن الافضل في التاريخ، وستبقى انجازاته داخل ملاعب كره القدم مخلده ولا يمكن التشكيك فيها، ولكن في الحقيقه هي دي النهايه الحزينه لمشواره الكبير. هو ريال مدريد عاوز ايه؟ عاوز يحتل العالم مثلا؟ بريز مش ساكت، عمال ينحل على صفقات. الميرينجي يريد التعاقد مع المدافع البرتغالي الهداف. وفقا لشبكه ديفينسا سنترال الاسبانيه، فان نادي ريال مدريد بيرغب في التعاقد مع المدافع البرتغالي جونزالو اناسيو، احد المدافعين الشباب اللي موجودين على الساحه. وده ابو الكباتن ممكن يكون في الميركاتو الشتوي القادم، وممكن لو ما جاش ديفيس في الصيف فممكن يخلصوا في الصفقه الصيف اللي جاي. المدافع البرتغالي اناسيو بيقدم مستويات رائعه جدا مع نادي سبورتنج لشبونه وكمان مع المنتخب البرتغالي، وبيرغب ريال مدريد في التعاقد معاه علشان سنه اللي هو 22 سنه. وذكرت الشبكه ان ممكن الصفقه تكلف 60 مليون يورو. اللاعب البرتغالي مرحب بشده انه يلعب في ريال مدريد، كمان ان اسلوبه بيناسب الميرينجي، بالاضافه كمان انه مدافع هداف، شارك مع فريقه لشبونه في 129 هدف، سجل فيها 12 هدف من موسم 2020، وشارك مع المنتخب البرتغالي في 4 مباريات وسجل فيها هدفين.